هاتي منجتين وموزتين وتعالى اقولك هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنعملها دول منجيتين اهو، طبعا واضح معاكم من عنوان الفيديو انا هعمل معاكم ايه. الاتنين دول هركن واحده على جنب، وكمان معاها الاتنين موزه دول، ودي هستعملها. بصوا بقى، انا عندي برد من اول فيديو عملته معاكم اللي هو كان فيديو الفسيخ. شوفوا بقالي كتير جدا البرد مش راضي يسيبني ماما، فهتلاقوا صوتي متغير، ماما، بس مش عارفه بقى هو متغير الاحلى ولا متغير الاوحش. ماما. نعم. قطعيها كده وطلعي. هو التصوير لما بيكون فيه اطفال بيكون كده، بيكون بلخبطها. ثواني، جبت الطبق ده كده. بصوا المانجايه دي فكت، بقت طريه قوي، فايه مش هتبقى مكعبات زي دي كده. فانا هبدل دي بقطعتين كده من دول، تمام؟ يعني بكذا قطعه كده، هاخد قطعه من دي كده واسيبها على جنب. شايفين القطعه نازله متماسكه وحلوه. مودي لو سمحت نزل ايدك تحت. نزل ايدك تحت. كده مش صح، كده غلط. كده غلط. ماشي؟ لا كده صح. لا كده مش صح. لا كده غلط. قطعها بقى قطع كده المكعبات اللي انتي عاوزاها. انا عاوزاها ما تكونش مكعبات كبيره قوي، يعني بصوا عاوزاها حلوه كده. ساقعة قوي. ساقعه قوي لنفسك، انا عاوزاها كده. ماشي؟ ايه شبت منين؟ بصوا ممكن اخد كمان قطعه كده، لان المانجايه دي دي مانجا كيتي يا جماعه، اسمها كده، هي اسمها كده، اسمها كيتي، لكن دي زبده. بس في زبده كبيره، لكن هي طلعت واحده صغنطوطه، يعني على اساس ايه ان انا اخد منها القطع وكده، علشان طبعا دي اللي هحطها على الوش، فايه ما تكونش كبيره قوي يعني. بس كفايه كده. احط بقى بقيه القطع دي هنا في الخلاط كده. هنا في الخلاط. تصدقوا نسيت اعمل معاكم اهم حاجه، مع ان اللبن غلي على النار. تعالوا خليكم معايا. بصوا بقى هنا كده اهو، اللبن سخن جدا. انا طبعا كنت هديت عليه عشان كان غلى. هنزل كده معايا هنا، دي كانت كوبايه، قصدي ربع كوبايه من الرز، تمام، المغسول، وسبته كده يتنقع شويه. هنزل بقى هنا كده اديله تقليبه. وهنزل كمان عليهم كده بكوبايه من السكر اهو. طبعا السكر على حسب رغبتك، زي ما انت عاوزه حطي. سيبهم بقى كده لغايه ما الرز يدوب كده، بس مش يدوب قوي، يعني الرز يكون خلاص ان هو انت ده يعني ايه، يعني ده القوام بتاع الرز اللي انت حباه، سواء بقى حباه يكون مستوي قوي، حباه مستوي مثلا الحبايه يعني مش مهريه كده يعني. خليكم برضو معايا وهتشوفوا هنعمل ايه مع بعض. بصوا عشان نبقى خلصنا هنا بقى، هحط كمان معلقتين كده من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه يا جماعه بيخلي الرز بلبن في حته تانية خالص. نزلت باول واحده معاكم، ودي كده تاني واحده. قلبوا بقى كده. طبعا هحط فانيليا، بس الفانيليا مش هحطها دلوقتي، لان الفانيليا لو حطيتها كده من الاول والرز لسه يعني نازله بيه وكده بتمرر، تمام، لكن انا بحب احطها في الاخر، بتدي ريحه حلوه. قلبوا بقى كده واسيبه مع بعضه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى وركزوا معايا عشان ما تتوهوش مني. طبعا اول حاجه قلت لكم ان انا معايا منجايتين، منجايه نركنها على جنب، والمنجايه التانية هستعملها هنا. لكن انا اخدت طبعا زي ما شفتوا معايا القطع من التانية دي، علشان ايه، زي ما انتم شايفين بقى القطع بقطعتها كده، لكن التانية كانت دايبه فما كنتش عارفه اطلع منها قطع، تمام. يعني سيبكم ان احنا بدلنا، المهم ان في منجايه حلوه هنا كده، وكمان صباعين من الموز. طبعا زي ما واضح معاكم من عنوان الفيديو ان ده رز بلبن
الفواكه. بصوا بقى الطريقة دي اتحداكي لو لقيتيها اصلا على اليوتيوب، اتحداكي. وده ليه بقى؟ ليه؟ مش عارفة، الاضاءة مالها كده. ثانية واحدة. ليه بقى؟ طبعا عدلت لكم الاضاءة. ليه بقى الطريقة دي عمرك ما شفتيها قبل كده؟ عشان دي جاية من هنا. عارفين يعني ايه من هنا؟ وعارفين لما ده يفكر بتكون دي النتيجة. يعني طريقة رز لبن الفواكه عمرك ما شفتيها قبل كده، علشان دي جاية من هنا. حلوة تبقى عنوان الفيديو، صح؟ عنوان فيديو حلو. مش عارفة صوتي كده بالنسبة لكم يعني متعودين عادي، يعني نتعود على الصوت ده شوية ولا ايه؟ ولا الصوت الاولاني كان افضل؟ طبعا علشان البرد هنعمل ايه في البرد؟ اليومين دول الجو مش قادرة اقول لكم، جو فظيع. اكيد في ناس كتير تعبانة، ده اكيد ناس كبيرة واطفال كمان، اكيد لان احنا عندنا كده برضو كبير وصغير جايله الدور مبهدله. ربنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب. عاوزه اقول لكم كمان قبل ما انسى الفيديو ده هتلاقي فيه حاجات مختلفة عن الفيديوهات اللي بيبقى فيها لوحدي. ليه بقى؟ لان الفيديو ده كان فيه في اول الفيديو طفل كان معايا مودي، فمودي هو اللي لخبطني وخلاني مش عارفة مش معرفتش ابتدي المقدمة بتاعتي، ما قلتهاش. فعلشان كده عاوزه اقول لكم دلوقتي صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسونيش باللايك واشتراك في القناه لو انتوا اول مره تتفرجوا عليا، وتدوسوا لايك للفيديو، بتهيألي قلتها مره، وتكتبوا لي كومنت تحت في الكومنتات. و بس كده مش هطمع. وتابعوني على بيجي الفيس والانستا والتيك توك لو امكن يعني. هو كلهم اسم رنا شعير عليهم، ابحثوا بس على رنا شعير وانتوا هتلاقوني ان شاء الله يعني. بس عشان ما اطولش عليكم لان حاسه ان انا كترت في الكلام، بس تعالوا بقى نكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا دول كده انا حطيتهم، ودي فوطه انا حطاها عشان بمسح فيها، فعشان بس ايه كده يعني. هحط عليهم هنا بصوا يعني من ربع لنص كوبايه من الميه او لبن، بس انا استكفيت بالاتنين لتر حليب اللي انا عاملاهم. فهحط هنا بقى ايه علشان ما شلتش على جنب بصراحه. فهحط هنا نص كوبايه من الميه، تمام. وهضربهم بقى كده انعمهم في الخلاط، وتعالوا شوفوا هنعمل ايه تاني فيهم مع بعض. وما تنسيش تجربي الطريقه وتقولي لي رايك فيها تحت في الكومنتات، وتدعوا لي دعوه حلوه. بس كده تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقول لكم الريحه كده، ما بالكم بقى لما يبقى بقى ايه يتصب كده. يا لهوي يا لهوي. جربوا وقولوا لي، لازم تجربوه، ده لازم يتجرب يا جماعه، ما ينفعش ما يتجربش. تعالى هنا عشان انت كنت ظابط الاضاءه. ما ينفعش ما يتجربش. جربوه قولوا لي. يلا بينا.
تمام كده. شايفين اللون برتقالي حلو كده. ههدي بقى كده عليه النار. طبعا انا مهدياها برضو، لكن ههديها شويه عن ما هي. تمام، يعني هخليها مش عاليه ومش هاديه، اللي هي ال بصوا خلوا النار عاديه، خلوها عاديه. هنزل بقى كده كمان بالفانيليا. تديها ريحه حلوه. واسيبه بقى كده مع بعض يغلي غلوتين ونشوف وزي ما شفتوا معايا دلوقتي اني غطيت عليه. وده ليه بقى؟ هسيبه كده ياخد من طعم بعضه شويه، ولما يبرد هرجع له. ايوه متستغربوش لما يبرد، بس مش لما يبرد قوي يعني شفتي كده لما تحطي ايدك على الحله تلاقي ايدك مستحمله درجه الحراره بتاعتها. انا عاوزاها كده. ينجاني يا لهوي. ينجاني مش وقتك يا ايان خالص، مش وقتك. سامعين؟ افتح له واجيلكم زي ما قلت لكم علشان ياخد من طعم بعضه كده ومع نفسه شويه. بعد كده هرجع احط معاكم النشا. هتشوفوا برضو معايا، خليكم معايا للاخر. وعاوزه اقولك علشان يعني قلتلك الطريقه دي من هنا، فعلا الطريقه دي من هنا يا جماعه. بصوا طريقه الرز بلبن دي هتلاقوا بدل الطريقه مليون طريقه وطريقه على اليوتيوب، لكن الطريقه دي بالتريكات دي والخطوات دي من هنا. بس كده حبيت بصوا بقى، انا جبت هنا كده كوبايه الا ربع من اللبن. تمام، وحطيت عليهم 4 معالق من النشا. تمام. بصوا بقى، انا زي ما قلت لكم استخدمت 2 لتر من الحليب، ودي كمان كوبايه الا ربع اهو من اللبن برضو او الحليب زي ما بتقولوا. بصي بقى، لو انت حابه ان انت تضيفي عليه ميه، يعني مثلا ممكن يكون لتر ونص من اللبن عليهم النص التاني ميه عادي. تمام. لكن لو انت حابه ان اطفالك يعني يستفادوا باللبن وكده، وكمان الفواكه بقى والحاجات دي، فخليه لبن صافي. حابه تضيفي ميه زي ما قلتلك براحتك خالص. لكن حلاوه الرز بلبن، حلاوته وطعامته كده ان يكون حليب صافي يعني. تمام. تعالوا بقى كده بعد ما دوبت هنا النشا زي ما قلت لكم 4 معالق كبار، هدخل بقى كده عليهم شوفوا معايا. طبعا انا ولعت عليه وعليت النار علشان يغلي، لان طبعا زي ما قلت لكم كان برد، لكن مش البروده اللي هي اللي هو برد قوي يعني، لا اللي هو كان ايه يعني انت تحطي ايدك تستحملي درجه الحراره بتاعت الحله. تمام. دلوقتي اهو بدأ يغلي كمان اهو. هنزل بقى كده بالنشا وانا بقلب كده. طبعا ما تضيفيش النشا غير لما تكوني بادئ يغلي. تمام. ما تضيفيش النشا وهو لسه ايه دافي. عذرا بقى على الصوت اللي طالع ده. محتاج كمان الربع ده كده هضيفه برضو اهو. هو مظبوط كده. المقادير بتاعتك مظبوطه بالسحتوته كده. ايه سحتوته؟ طبعا الاضاءه عكسه خالص اللون بتاعه، لكن مش مشكله بقى. هوريلكم اللون بتاعه دلوقتي حلو. تقل معايا اهو. رفعته بقى كده من على النار. مجهزه برضو معايا الكاسات. شايفين؟ بسم الله بسم الله. في حاجه يا ايه؟ في ايه؟ اسكت اسكت. ولا لا سخن 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 سخن. دلوقتي بقى هبدأ كده احط ايه. طبعا دي المانجا اللي قطعناها مع بعض في اول الفيديو. احطها بقى كده على الوش. انا على ما غسلت المواعين
كان هو تماسك بس يا مودي، تمام، وبرد يعني شويه. حطوا بقى كده. يا سلام، انا عاوزه اقول لكم الريحه يا جماعه تحفه، الريحه تحفه، وتغيير عن الرز بلبن بتاعنا التقليدي. إيه رايك يا يون؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ حلو؟ جميل؟ قد ايه العنين يا راجل؟ عاوزه اقول لكم ان انا لما صفيت المانجا، لو انتي مش حابه تصفيها ما تصفيهاش، لكن انا صفيتها علشان الشعيرات بتاعه المانجا اللي كلنا عارفينها دي، لما تيجي تاكلي ما تجيش في بقك، تمام؟ لو حابه تصفيه صفيه، مش حابه براحتك خالص، اللي انتي عاوزه تعمليه اعمليه. حط بقى كده. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه لو انت اول مره تتفرج عليها، فعلى الزر عشان يوصلك اي حاجه انا بنزلها، وتكتبوا لي كومنت تحت في الكومنتات. اطير انا بقى عشان الوحوش اللي واقفه جنبي دي. باي.